بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس في 41 من دروس شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله. عنوان بسا باب القراءة في المغرب والعشاء. باب القراءة في المغرب والعشاء. مقدمة. تلاحظون سادتي ونحن نصلي والحمد لله نسأل الله القبول في المساجد، ونسمع إما يقرؤون، نلاحظ أنهم لا يقرؤون القراءة ذاتها في جميع الصلوات، ينوعون. أحيانا نجد القراءة الطويلة، أحيانا متوسطة، أحيانا قصيرة، أحيانا يطال في القراءة، أحيانا يقصر في القراءة، وأحيانا يتوسط في القراءة. يعني توالم منزلة كذي الجوامع مخلفا تزولا إلا وند الإمام يستطول، إلا وند الإمام يتقصر، إلا وند موين وسط. ولكن إذا قال نتفاهموا ما هي الإطالة. خيال الإمام كي يقرأ الضحى يقول لك راه يطول. يعني الناس ما همش معايير. تلقى واحد ماذا بك يدور الإمام غير إنا أعطيناك الكوثر، ولا إذا جاء نصر الله، ولا قل هو الله أحد. مفهوم؟ يعني تصوروا مثلا الإمام يصلي بين الظهر ب70 مثلا آية، ب40 آية، يعني ممكن الناس تتقلق وكذا. ولكن يعني هذا الباب، يعني الدرس اليوم والدرس القادم إن شاء الله يعلمنا الكثير في هذا الباب. إذن الراجح عند المالكية ما هي الصلوات التي يطال فيها والتي يقصر فيها والتي يتوسط فيها. السؤال إليكم، ذا شو ثنت ثيزولا ذي قلاق غادي طول الإمام نغنطول منصور وحدنا، يعني سواء صلى الإنسان يعني فذا يعني بمفرده أو صلى جماعة مع الإمام. ذا شو تزولا ذي قلاق غادي طول، ذا شو تزولا قلاق هذه اللي يختار الصور القصيرة يقصر مع في مشطاح هذه السمزي. ذا شو في صور ركعات في زولا ذي هذه اللي وسط ثلمست. تفضلوا. في قاذي قلاق هذا يطول الصبح، لا الظهر. صلاة الصبح وصلاة الظهر، صلاة الصبح وصلاة الظهر ذاكي يطال في هذه الصلوات، في هاتين الصلاتين. يعني ما يظل الإمام تظل الصبح أذي الطول، ذا تظل الظهر أذي الطول، ولكن ماشي أم الصبح. أخطر دائما الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية. الصلاة الجهرية ولا شغفل الشيخ يقارن، الإمام هو الذي يقرأ، إذا نكون نسمع يطول براحته. من ذي الطهور الصلاة السرية لو كان ذي الطول، لكن يطول ذي الصباح العبد ذي الظل ذي وركعة شو قسنا كل في صورتين بالك هذه قيمة كندينا وين قيمة وان بان، يعني زياس نداوك الصورتين ديك الساعة من بعد يقيم وان بان صافي باش بعد متسميري وان بان. يعني ذينا الإمام ذي طول ذي طهور، ولكن ماشي أمن المغرب، ماشي من الصبح. ذا شو ثنت في الظل الذي يقصر، يعني من الزيت هذه غير كان شويط المغرب أكل العصر. بارك الله فيكم. المغرب أكل العصر ذاكي الإمام نغيون ذا ما يزور يمانيس وحدث أديوي، يعني الصور القصيرة، يعني ثقال مزيين ثقال مشطوح. ما عدا ذلك قيمة العشاء الوسط، العشاء يتوسط في القراءة. ثورة الأحاديث بوسعة وكتقاديث دون أغد في جنان، يعني ذا شو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذي الصلوات أكل ملت. ثورة في الحديث 168
بلا وكل مقدمة. عن عبيد الله حدثني عن إلى آخره، عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري، وكين هضرت في الاسم فيما سبق، عن محمد بن جبير بن مطعم. داكي ندير وقفة عند جبير بن مطعم. يعني هذا الصحابي جبير بن مطعم اسمي ديوي الحديثاكي ميكسلا الحديثاكي إسلاياس ونساد الكافر ماشي دين نسلم. اسميثي ديالنا ينافي نساد نسلم. نفرق بين زمن التحمل وزمن الأداء. هناك مرحلتان. المرحلة الأولى اسمس مرحلة التحمل السماع. المرحلة الثانية اسمس مرحلة الأداء، يعني حيث يحدث بذلك الحديث الذي سمعه وتحمله. جبير بن مطعم صافي لا ذاك كافريو ذي الوقت يكسلا الحديث يوم راه السلم ثورة لا ذاك كافريو صافي جبير بن مطعم. طبعا بعد ذلك صار مسلما. هناك من قال انه اسلم في الحديبيه، هناك من قال يوم فتح مكه، هناك ولكن معظم الروايات قرن اسلم قبل ذلك بكثير. المهم صار مسلما وصحابيا جليلا يغال الاسلام ذا صحابي الخير اربح. ولكن اسمي اسلام الحديثاكي اسلاس وهو كافر. ذاك السؤال المطروح: هل تقبل الروايه جيوني قلن ذي الكافر اسمي كسلا الحديث اخاطر سمحتي ذي الوقت إسلام ممزين ميلا ذا كافري إسلام الحديث يحفظيث لم يكن مغفلا، كان ضابطا، يعني ذوين لسان الله ذوين لسان العقل ذوين الشفون اسمي الوقت ذا كافري اسمي غادي نسلم إن دا شو كسلام ماشي نو كسلام يقلا ذا كافري وهدي قرار إسلام خطر الكفار سلني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولو من النار كفروا معناه ما كدنا كفر الفلاح وزرعه معناه غطاه اخفاه. ربنا القرآن جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. شو معنى سكافر؟ معناه يزرى في ذات يغميت يزرى في ذات يفريت انكريت ذا قد ربي القرآن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الزران في ذات غمنت، ولكن أمذنقي غاس ذاك الوقت ذا كافري إسلام في صلى الله عليه وسلم ثورة سميو غادي نسلم بل صار مسلما صحابيا جليلا وهو من العارفين بالأنساب. يعني سكويكاد يسنن الأنساب وعرف كما عاقل بن ابي طالب كما جبير بن مطعم، يعني وكذا للوياض بكر الصديق وغيرهم سوا سنن شفوا لي الانساب. لو كوني ثوره ذي الزماناكي اتفضي ثوثرين اديفانيوم بمغار يتوسن باللي يشفى نظام غارث اكدياويه كي زورانا مشي تسميلين الفلاني نصف الفلاني 1920 الفلاني تكون في كلمه ولا دات الفلاني مثلا فلان تلقى يموت ورقازي سيثا دار فيه نتاع سجان كذا وكذا سميث عاود جواج سجاد سرقه زواج كذا الشفون العجب. اما كنا شفوني الانساب الشفون ميمي يلو يثليسا في كل ما يلي كونفلي الخلاف اداوين امغار نتا الدارث باش تفكن الشهاده ادينين ثلاثه دات الله صيانه تسوغالا الشهود ذا غير لون دا تسوغالنا الغرصل مثلا كاين ذي الجامعه الفلانيه اللي زكوان برمي المشاكل اللي ساعه مولتنا واقي كاين الجامعه الفلانيه ساعه المسجد الفلاني عنده قبور شكون اللي يشهد كبار السن وربما في وقت معين كان الثلج وبرد قارس وما كانش وين دفنوه في اخر المسجد دفنوا الميت
ابري مع الوقت وكذا، وظهر ناس يسمعوا كذا لا يجوز الى اخره، وبعدين يبحثوا يلقاو هذوك الناس يشاهدوا يقول بنعم كان بلاصه الفلانيه دفنوا واحد في 1940 1945 كما عندنا حكايات حقيقيه في 1945 كانوا يدفنوهم داخل المسجد. هذا الشهاده لك يعني ذاك فول ذا فيل وكذا نطلنتكم كان الفلاني ولا شنو تنطلن يوثق الجامعه وادي في كل الشهاده ماشي ديال المصري ذا مغار معناتها، ولكن شروط يلاقي يكون ضابط، بمعنى طبعا هذا يدفعنا الى الحديث عن اهليه المحدث، واهليته تتمثل في الضبط وفي العدل، ان يكون ضابطا وان يكون عدلا الى قديم. طبعا شمال التفاصيل ياتي يوم ان شاء الله نفصل هذه المسائل تفصيلا، ولكن السقي نستثمر من المعلومات ما نستعين به في فهم المساله. معناتها تمثال كي حوجه نتصب ولا يتمثل، ولكن السقي شطح كان. طيب سيدي نهضر مثلا ترى في طرق تحمل الحديث. لان 8 طرق تحمل الحديث، لان 8 ثم زورث السماع أتسلظ معناتها يسمع شخص من شخص آخر، من عالم من عارف من محدث، يسمع منه السماع. وضم الزوغ ذنسا إذ الوسيلة ثم زورث نتمسني أنسي غنساس تموسين كوني، لكن دينا ربي القرآن الكريم يعني أدوات العلم والمعرفة على رأسها السمع، ويأتي البصر المشاهدة وغيرها. أكيد الفلاني يجولس المشايخ يسلى يشفى ضبط تمثال صافي ثقي طريقة من طرق التحمل. وميراث النبوة نقل إلينا عن طريق السمع، القرآن الكريم نقل إلينا عن طريق السمع. غلا أمش اختلاف الروايات وكامش المسلام أكن السلام أرواند ويقاري ثوا ويحكو ثوا المغديوض. لذلك سقيت ورد تفض ذي القرآن مثلا تفض رواية ورشتنا ذكاء رواية حفصنا ذكاء مخلفنت قالون حمزة تفض القراءات مخلفنت تيقول ستبدا عن طريق السماع. لو كان ماشي السماع ماشي تفهمها. ياسين تكتب ياس تدغر شو لونجلي ياس مي مادام سياس ياسين تدغر ذاك طه الى تيجي تنقل وتعرف عن طريق السماع. اكني سلسله غتدنيني هكذا. وذي الاحاديث كاشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليغاس انفي صلى الله عليه وسلم. كذلك العبادات يعني الظاهر من العبادات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان في الوضوء كما في أحاديث كثيرة وين الصحابة كين رأيت والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ظلث أكنيث ولا ظل. طرق تحمل الحديث إذن طريقة هي 8 طرق باختصار. طريقة تمزور تسمى السماع، وطبعا الذي يسمع المحدث، ذلك المحدث الذي يحدث أو الذي يروي إما من صدره نغ من حفظه نغ من كتابه هكذا. هذا هو التحديث، إما مما يحفظ نغ من كتابه من المكتوبات أو من المحفوظات. نفتح قوس ذلك زيك ولاش تكتافين ولاش مثلوك تاويل وكلا نستليين كريونا ثورقتين ضغا ثوري زمان بواسا ثوري الى تسجيل تصوير ثوري كل شيء الا ذي زيك اتركيزن في الديسك ديور نسن لا يا ديسك ديور اشو يحفظ المخيس. وحكمة الله اقتضت أن القرآن الكريم لم ينزله جملة واحدة، نزله منجما مفرقا على مدار 23 سنة. من مقاصد التنجيم هذا يعني باش يتحمله المسلمون بيسر وزما تحفظ. لو كان ينزل القرآن ضرب واحد ولا يحفظان. النبي عليه الصلاة والسلام هو مستثنى. سيدي فكر ربي سولي يحفظ سيد مارس يحفظ إيويا. وربي في سورة الجمعة الآية الثانية هو الذي بعث في الأميين صافي ولا شو والو أميون
في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لذلك رب سبحانه في القرآن الكريم قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الذين كفروا قالوا لو كان ربي ينزل القرآن ضربة واحدة اونغرو وقيل كفر يعني نثني كافر ذا شافين شفن يسا دون ديتاي اونغرو يقول هذا منن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بمعنى ربي سبحانه ذكر لك حكمة من حكم تنزيل القرآن منجما وهو التلطف بقلب النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني باش ربي يثبت يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك إلى آخره فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ترافقه هذه الآيات ليتحمل المشاق والصعاب والهموم من أجل تبليغ الدعوة. وبعدين ذا التلطف بقلب النبي صلى الله عليه وسلم معناه قلب النبي لا يحتمل باش القرآن ينزل عليها ضربة واحدة لأنه يحمل له هيبة وله وقار وله جلال. عبر الله عز وجل عن ذلك في قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ماشي شويط هو ربي بهيبته وجلاله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخر الآيات. فيديني السماع إذن نركز على السماع والسنة تنقل بالسماع. إذن جبير بن مطعم هو كان يسمع إذن اعتمد طريقة من طرق التحمل وهي السمع والقراءة على الشيخ وكانت تسمى أيضا العرض. يعني واحد يقرأ عفوا دولا كان شوية ذفير قلنا المحدثين ما يحدثوا من حفظه من كتابه. والمحدثون الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. اللي يحفظ القرآن الكريم في صدره يحفظه ما يحتاجش المصحف راه في المحراب ويجيب التراويح 60 حزب طاهر 114 سورة عادي يراجعه يقينا ولكن في الصلاة يقرأ من حفظه. وفي السنة أيضا هناك الحفاظ هناك من يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حفظه. ضبط كتاب يعني يورث. القراءة عن العرض تلقى الطريقة الثانية للتحمل القراءة على الشيخ العرض كما يعرض الطالب مثلا حافظ القرآن قرآنه ما يحفظه على الإمام هذه يظهر اسكو يحفظ مليح خاطئ. وكذلك الإجازة ما يخدم يعني السيف الإذن بالرواية المناولة الوصية. المهم 8 طرق التحمل سيأتي بيانها في الوقت المناسب مستقبلا إن شاء الله تعالى. ثلاث نغال المقومات العدالة. مقومات العادة يعني هي أهلية الأداء كي تقول عبارة أهلية الأداء في الرواية في ثاقي وحدث بدل أهلية الأداء ذي المعاملات هي مقابل أهلية الوجوب. أدفتغ الأمثلة هل ترى يجوز يون أذيج تستامون اللوفان إلا نثابط قماس شخص أكيني أدخل وصية تستامون اللوفان يقلن يثابط أنت مطوف إما خالتيسنا ولا عمتيسنا ولا تماسنا. الجواب نعم. خطر الوصية من عقود التبرع في كراس هل يجوز الهبة دوناسيون لا يجوز ولكن بشرط أد يسر دونيث يدر إذا قد يدر أذي يعيش ولو كان 1 سكوند ثانية واحدة ما يعاشيت يسعى الحق ديال الوصية نيت تيستامون يسعى الحق ديال الدوناسيون أبري 1 سكوند أبري ثانية يتحول هو إلى مورث صار مالكا ثم مورثا. وين عاشن يوث سكوند الدونيث أين كنسيف كاوينا تيستامون وصية هبة أذ يغال ينس ونتساثد يجي لي زيرت ينس يعاش 1 سكوند دقيقة يلا هذه دقيقة يدونيث
يسوغ شويط نغيض صار شويط يعرك فوسيس يموت أذياوي الوصية غاس يفكاس السيد وين السيد يفكاني ميقلا يتعبط الجماس ولكن أبار دقيقة نقعش أذيوغ المورث نتسا أينك ساعة كني أينك السف أتصور التركة أتصورثن الورثينس أتصورث بافاس أتصورث يماس مولاش بافاس أتصورث الوثماثنيس وكذا كيوم يقارن الورثة أيردني غاولاكي باش ديني أهلية الوجوب معناه أهلية الإنسان لتحصيل هذه المنافع فقد تثبت حتى للجنين في بطن أمه ولكن أهلية الأداء ذي المعاملات ذي العقود ذي التصرفات لا ثين تثبت للشخص إذا كان عنده أهلية الأداء قدنا معناه إذا كان عنده الحق في إبرام العقود وإجراء التصرفات معناه قدرته صلاحيته على تحمل التبعات والواجبات وإبرام العقود وإجراء التصرفات وذاك كندينا ربي في حق اليتامى فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم يعني أوجيل المالي ستنقفسيه الجيري تستخدميه وكذا مثل ولا ذي بضسن الرشد ذي يسعى الأهلية فكاس الشنينس خاطر يزمر ذي الجيري للشغاليس وحدس يسيرها بنفسه صافي يمدني أهلية الأداء ذاك ذي العقود ذي المعاملات وقيل معنى باختصار صلاحية الشخص لتحمل التبعات والواجبات ولكن دقي أهلية الأداء مقومات العدالة اللات 5 ثم زواروث الإسلام يعني فالإسلام شرط أداء لا شرط تحمل الإسلام إذن هو شرط أداء لا شرط تحمل هذا الذي يفصل في المسألة التي ذكرناها مع انتهى باش يحدث بما سمع لازم يكون مسلم باش ديني انفي ناد كذا وكذا ولكني هذا سنسمحاس الى قضيلي ذي نسلم ماشي ذي نسلم وسنسمحها سارة الدينية شو يبغى صافي الإسلام شرط أداء ماهوش شرط تحمل إذن هذا الصحابي الجليل اللي ذكرناه حينما تحمل الحديث كان كافرا والتحمل لا يشترط فيه الإسلام ولكن في زمن الرواية في زمن الحديث حينما أدى في زمن الأداء كان مسلما فحديثه راه الآن موجود في الموطأ الإمام مالك ونحن نقرأه ونشرحه مفهوم صافي المستفهم النقطة مهمة جدا النظر من في التمزيق في الصغار الصبي وكذا نعم ما أنا باين لا ماشي دين السلام خاطئ خاصنا الصح زر دايغار بارك الله فيك سؤال مهم خاطر يمكن ناخذ الدين الناغ يمكن دين السلم هذا هو الاسلام سي دين السلم ماشي ماذا الشرح في ازمه الاعجاز العلمي سمحتي اديسيون دا كافريو يوث اللايا سيدي غار مثلا ايه مرج البحرين ازمه سيدي شرح دا كافريو ادي كتاب موريس العلميه كوتي سيونتيفيك وكي معليش ولكن الوحي يهدناوي كان سيري سورس النغ سيري سورس جن سلمان ديجا ما سميت نهضر كني في الوضع في الحديث حركة الوضع في الحديث سميت فض معنى حركة الوضع معنى حركة سيد ديفن في النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وقي حديث إلى الرواية نظن من كذب علي متعمدا صافي نشفى ثلاث الروايات
من كذب المشهور من كذب علي متعمدا، وين يسيد في صلى الله عليه وسلم يعمد يزرى يعمد إنايا كان سي جهنم باش غاشو السيدي خاطر هو كي الدين وشي قارينا دراسون تو ديننا راه ديجا كوين البشر كان لو كان يفق فلاك ووال ثني شو الدنيا ضرا كي غاض الحال سنكو الدنيا غارة غالا الدنيا غارة كي غاض الحال سورتو ما الا ران فلاك شغله مقران شو الدنيا ضارة انت كاينات صافي الشهاده الزور اي غير الشهاده الزور من اكبر الكبائر. وما ادراك ينادي في كوال ينادي دنفيت في النار صلى الله عليه وسلم خاطر السنه الشرع الوحي والسين. لذلك إذا من كذب علي متعمدا معناه يسعى سوء النية فليتبوأ مقعده من النار. ذي الرواية يظن لك من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار باش الإنسان يحتاط يحذر ميقر واحد ديني ندن فيه صلى الله عليه وسلم يثبت ثمانيس يسكن صحي ندن ودين النار. هذا شرط الإسلام. إذن هذا الشرط كل ما ذكرناه فقط باش نقولوا هل الإسلام شرط في الأداء أم في التحمل. وجبير بن مطعم حينما سمع الحديث كان كافرا وحينما أداه كان مسلما. إذن نقبل روايته نقبل أداءه. والشرط الثاني أن يكون ذا عقل قضي ذو لسان العقل خاطر ميلو لسان العقل ولا ما نسلم ونقبل راه ميل درويش مش نغمعته نقبل راه فلاس. واذا زميله قضي لي بلغ الحلم ماشي ذا قرة مشطوح ماشي ذا قرده مشطوح الا قضي لي ماهوش فاسق مع والفسق مع الخروج عن الشرع مفهوم. وذاك الشرط نظن ان يكون سليم المروءه. وثقيد سبحان الله مقومات العداله سلامه في المروءه. بس سقساني واحد قال لي هل يجوز الامام ياكل لاكرين في طريق؟ هكذا الشيخ هل يجوز الامام باش ياكل لاكرين في طريق؟ معناه باش الانسان باش يشوفوا نحاذروا هو الناس تلاحظ ولا لا ولا يشوف خوالي من المروءه فهم اذا تفكر سكرت كفري الى اخره. الحقيقه لانت الامور جوزنت في اصلها ياكل الله كريم ياكل الكاسكور نورمال لا تليق بالمقام لا تليق بالمقام نغلا كلش فازيك الشيخ يوم باش يقدم الامام ثاش شي ثما ولا شي ولا الفير ثاش شي لا الامام السيلو كومبلي ماشي سو جوكينغ تصح الصلاه سو جوكينغ تزال دي نورمال مي خدمه فرنوس خدمه غومي ماني صريماني الى اخره. هذا هو. اذا على كل حال سياتي البيان ان شاء الله كي نزيدوا نفصلوا في الحلقات القادمه نفصل هذه شروط الاداء شروط التحمل نحكيوا عليها بالتفصيل. اذا واش يقول هذا الصحابي الجليل؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. الطور تعرفوا كامل سورة الطور والطور وكتاب مسطور. شحال عندها آيات؟ يلا أبيبري 49 آية 49 آية ما لا تقول حبس درك قلت لنا باللي المغرب لازم تكون قصيرة ودرك هو هذه والطور الصورة من المفصل بعدين نفصل نشرحها مع المفصل. ولكن لماذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور. قرأ بالطور في المغرب يعني محددا قال لك في المغرب. ماذا نستنبط من هذا الحديث؟ نستنبط عدة استنباطات منها كيف كان الصحب الكرام كيف كانوا يعني يتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. تفاصيل يذكرونها تفاصيل سيدي الديتاي. إذا كان شافوه مثلا سمع الإقامة وأسرع في الخطى يقول لك أسرع في الخطى. دقائق الأمور قلت لكم ابن عمر كي يمشي في طريق يلقى شجرة يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر منا ولا منا أقوش ولا دروات سيدي ديتاي. وأحاديث كثيرة يعني تؤكد لنا ما ذكرنا. الأمر الثاني يجوز
أحيانا واحد يقرأ صورة ولو طويلة حيث يقصر في الصلاة، مفهوم؟ والعكس صحيح، بمعنى صلاة المغرب المفروض تكون صور قصيرة كما صلى بنا الشيخ مثلا، صور قصيرة آيات قليلة، ولكن ممكن أحيانا يجيب صورة طويلة، ممكن يجيب عبس وتولى، ممكن يجيب عما يتساءلون، ممكن يجيب الطور وكذا بالمسطور، عادي، معنى هذا أمر مقبول. باش ما نسينا حديين يعني لا، هو يقرأ من القرآن، فبالتالي الأصل إلى قليل المغرب من الزيف، ذي العصر من الزيف، والقراءة ما تيسر، بارك الله فيك. ولكن ما يغراد الشيخ نغنو كاين غراد ما نزل وحدنا في صورة غزيفا حرج، هذه الرسالة الثانية، فهمتوها؟ طيب، الحديث رقم 169. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب الزهري إلى آخره حتى نوصلوا إلى عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل. أشكون هي أم الفضل؟ صافي، عبد الله بن عباس تعرفوها. أم الفضل، بارك الله فيك، أم الفضل ذي مسن عبد الله تسمطوس بن عباس، يعني أم الفضل هي زوجة العباس رضي الله عنه، وهي أم عبد الله ابن عباس. صافي ذاكي عبد الله أم الفضل ساكيد يماس صافي، ودينار ذاكي عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل، ودينار أمي إن أم الفضل، أم الفضل بنت الحارث. صافي تفاهمنا، ذي يماس عبد الله بن عباس، اسمي سنساف أم الفضل أكيد ماشي أم فلان ولا أبو فلان، مي اسمي سنساف الحقيقي ورث ديني. مليح دي فؤاد فترة أسئلة غص ما كانش الجواب، معليش، خاطر مجرد طرح السؤال كما يقول علماء المناهج معناه تفتح نافذة، أصحاب الأورديناتور كاين تفتح بقرا كده ما في شيء، بارك الله تفتح ما في شيء. صافي أم الفضل ذي يماس عبد الله بن عباس تمطث من العباس رضي الله عن الجميع. اسمي سنسات اسمي لبابة، شوفوا ثاس اسمي لبابة بنت الحارث، دي فوا سيدي لبابة بنت الحارث، أنت ذي يماس عبد الله، ذي هي أم الفضل. ذا شوية الساعة ذو التماس جيوث سيثلاوين في صلى الله عليه وسلم، هي أخت إحدى أمهات المؤمنين، فمن هي؟ يعني لبابة ساعة والتماس ذيوث سيثلاوين النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة، بارك الله فيك، وأنتم شاطرين فقهاء، أعطيكم الصحة. إذن هي أخت ميمونة بنت الحارث اللي هي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، هذا الذي يفسر لنا واحد المسألة مهمة، مثل بكني ابن عباس إلا كذ ميمونة يروى الأحاديث ينسى ذينا خالتيس صافي ميمونة خالتيس عبد الله بن عباس، وميمونة ذو التماس لبابة يمسنا عبد الله، وهي حسب معظم الروايات المرأة الأولى التي أسلمت. شكون المرأة الأولى التي أسلمت؟ أول امرأة في الإسلام خديجة، بعدها مباشرة ميمونة. باش تشوفوا هذا يعني ثاني امرأة أسلمت بعد خديجة هي ميمونة بنت الحارث. ميمونة كي ذنساث يتسمطوث في السناث يكشمن الإسلام بعد خديجة أم المؤمنين بنت خويلد. إذن
أن أم الفضل بنت الحارث سمعت شكون؟ عبد الله وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له سلا سي عبد الله إميس يقرأ والمرسلات عرفا، ذا شو استنى؟ فقالت يا بني، هذا كيفات نص الحديث يبقى نسيت ثناس أمي لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة سمكثضيد إمد غريض سورة المرسلات إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ناس مكثاضيد تساقيت صورة ثانقاروث يمسلغن في صلى الله عليه وسلم يقاريتي ذي المغرب. سبحان الله، أدمكتي شوف دقة الملاحظة. وقل كان الصحابة عليهم الرضوان، هذه كلها أدلة تضاف إلى مقامهم الرفيع. أما ذي رقصنا ما تلاوين وغفلنا تفاصيل دقيقة يزمل شي هذا في كل بالك ممكن يودينا غادي يصل المغرب جوست ابارسي شورك على ولكن الله ما صار يغرد القرن وخلاص. لو ربما سأل بعضنا بعضا بعد صلاة المغرب مباشرة ماذا قرأ الإمام؟ يقول لك قرأ القرآن، هذه سورة ماذا شو الله أعلم. إذن علاش قلت لكم نتعلم ونتأدب. الكتابة الموطأ أغدي في كتاب مسلم وأغدي في كتاب أيضا. وذلك طبعا سمع إلا ذا بعض اللطائف اللغوية إلا واحد يسمى باسم الالتفات، يعني من الحاضر إلى الغائب. خاطر نورمالمون دين سمعتني مادام سيدي قارئ إلا قد سمعتني فما ثقيف شما هذه الأمور اللغوية. أشرت إلى هذا الأمر فيما سبق. أعتقد يمكن دنيغ البلاغة الأعراف بلغة بظن أقصى درجة في البلاغة. ولكن ذينمي حينما تحداهم القرآن تحدي في موضعه. لو كان يكون تحدي واحد ما يعرفش العربية لا معنى لا للتحدي. يونس سينار تعرف أسينض أتحدى شو تحدى ولاش نساولاش. وقال لك بظن أرقى درجة، وجاء القرآن بأرقى وأنقى وأسمق مستوى في البلاغة. لذلك ربي قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والبلاغة من بعد وهي من علوم الآلة من بعد فصلوها العلماء إلى البلاغة 3 العلوم. شكون يذكرنا بها؟ ما هي علوم البلاغة؟ هي 3. العلم مزور سميس علم البيان والسلسل الالتفاتاكي الإسلام ذي الحديثاكي ذاك استخدم أسلوب الالتفات، وهو من الأساليب البلاغية اللي داخله في علم البيان. إلى علم البيان ذي التشبيه ذي ستصقلان إلا العلم وسين قرناس علم المعاني إلا وثلاثة قرناس علم البديع 3 يجي تشكل علم البلاغة أو علوم البلاغة. لذلك نفذ دراسات كثيرة اللي تبحث في الإعجاز اللغوي في القرآن وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأسلوب المستخدم هنا أسلوب الالتفات من الحاضر إلى الغائب كما سمعتم. إذن ثنايس فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وثقي ذا المرسلات عرفة ماشي تمشطوح والزلثارة هي أيضا من المفصل، يعني ماشي تغزفان تمقرات ولكن تغزفانين المفصل. الحديث رقم 170. وحدثني عن مالك الأخير المدينة عن أبي في خلافة أبي بكر الصديق فصلت وراءه المغرب. ذاكي هذا الصحابي الجليل حينما قدم المدينة
حينما قدم المدينة المنورة اسمه عبد الله الصنابحي واقي إني قدمت المدينة ملمي في خلافة أبي بكر. شوف التاريخ بالأحداث. ثورة التاريخ نخدم كوني سوا شو يعني كوي ثورة كثورة عموما الميلادي جونفي فيفري مارس وكذا إلى 1900 كذا، ولكن التاريخ الإسلامي بالهجري يعني شهر محرم، شهر كذا، شهر صفر، شهر كذا إلى آخره. وقبل اعتماد التاريخ الهجري في عهد الفارق عمر بن الخطاب كان التاريخ بالأحداث. وكل فادي مغارن خدم التاريخ سلوفة سمي دي حمل واسف سمي ضرا كذا وكذا سواسني كذا وكذا والسيناريو شوفوا الأحداث في غادي ذي الوقت الني كان التاريخ بالأحداث. لذلك هذا الصحابي إناد قدمت المدينة في خلافة أبي بكر إنك يسير دغ المدينة المنورة اسمي غال أبو بكر الخليفة. ونفاد الآثار نغ دينان 5 أيام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذايا لو كان ديوساق له يدي الحق راه يساد المدينة المنورة 5 أيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هكا معنى في خلافة أبي بكر الصديق. إناد فصليت وراءه يظل في الخليفة المغرب. ما تنسوش هذا الباب كله القراءة، باب القراءة في المغرب ولا العشاء، كل هذه الأحاديث راهي تدور في نفس مازلنا ظل المغرب. إن شاء الله سيغ العشاء نوضل العشاء إن شاء الله، من العشاء نوصل العشاء. واش قال؟ فصليت وراءه المغرب. الله وتذكرها. فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن. وبعدين واش قال؟ وصورة من قصار المفصل. الآن يلا قال مفصل، ما هي الصور المفصل؟ وكذا السؤال لكم، تفضلوا. ومقارن الصور المفصل ديجا. أولا لماذا سميت المفصل؟ لماذا سميت المفصل؟ تفضلوا جاوبوا ولو بالخطأ. نعم أمشي تفصيل يز قبايلي يصرون يند كان سيباري. بارك الله فيك. سيباري سي جوست مي امك سيباري كومون ارنو تشطحات اني فكات جواب صح. عاود تشطح. هلا قيم كان دير في بيض دي سير ديس قيم كان دير. بارك الله فيك. لا خطأ. هلا زيد واش تعد. تفضل. لا المفصل سميت بالمفصل لكثرة الفصول بينها بالبسملة. أنا بسم الله الرحمن الرحيم. شو برك حنا في التراويح كي يبداو التراويح في رمضان يبدا الشيخ يقرأ سورة البقرة ما نسمعوش كاع بسم الله الرحيم، نصلوا كاع شحال ركعة 8 ركعات وما سمعناش. وبعدين هذيك الصور طويلة هذيك. ولكن كي يوصل لواحد المستوى نسمعوه يكثر من البسملة، يقرأ سورة وينهيها وبعدين يقرأ سورة طبعا بسم الله الرحمن وهكذا. سميت مفصلا لماذا؟ لكثرة الفصول سيباراسيون كدنيض بين الصور باش عن طريق البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كي تسمعوا المفصل معناها ماشي يقصد بها سورة الكهف ولا سورة العمران ولا سورة الأنعام ولا سورة النساء ولا سورة المائدة، هذه ليست من المفصل. فهمتوا الفهم ثورة ما مع المفصل فهميت؟ أي غير اسم المفصل سيباراسيون ما كدنيض يا الصوت تصايد بالبسملة. ولكن ثورة ما هي الصور المفصل؟ ما اقرأ علي من المفصل. كويس دير مثلا امتحان في القرآن نقول لك اقرأ علي من قصار المفصل. أنسى فهمت القصار المفصل
ان درف ذونت الوسط، ان درف ذونت المطول. خاطر هناك الطويلة، هناك المتوسطة، هناك القصيرة. لانت قد غزفن، لانت ثي المسين، لانت ثي مشطح. نمسفهمك ثورة ما هي طوال المفصل؟ ندوز التوالي بعد نروح. من أين تبدأ صورة المفصل؟ تبدأ من صورة الحجرات. شوفوا ثس مليح. تبدأ من صورة الحجرات وتنتهي بصورة الناس. هذه هو المفصل. ولكن أن نفصل المفصل. الطويلة تبدأ من صورة الحجرات وتنتهي عند صورة عبس، عبس وتولى. والمتوسطة تبدأ من التكوير إلى صورة الضحى. والقصيرة تبدأ من صورة الشرح إلى صورة الناس. نمسفهم؟ شكون اللي يعاودها منكم؟ إعادة برك. طبعا ما عدا الأئمة. تفضلوا الإخوة. أشدني غاك عاودوا لي واش قلت برك. الطويلة والمتوسطة والقصيرة. الحجرات الطويلة تدرس الحجرات لما ماذا عبسها؟ عبسها في كذا جاوك اسمي سنت مفصل ولكن طويلة. كمل. في المسين لي موين سي التكويرة لما الضحى. بارك الله فيك. إثي مشطح الشرح لما الناس 10 على 10. بارك الله فيك. إذن ثورة نعود إلى واش قال نايك فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن. أم القرآن ما هي؟ سورة الفاتحة. وسورة من قصار المفصل. سبحان الله. يعني حتى المصطلحات يعني ذي الأحاديث مزورة يفذرد اسم صورتين يفذرد. ولكن هنا في الحديث رقم 170 إنك من قصار المفصل. سوف يكون يجي واحد يغلطك يقول لك وقرأ بصورة الحجرات. خاطئ. لا يمكن. صورة الحجرات ليست من قصار المفصل. لو كان كيري صورة عبسة إنس ليست من قصار المفصل. لو كان كيري من صورة التكوير إنس ليست من قصار المفصل. صح ولا ماشي صح؟ معناتها ذاكي ثبان لا تروازيام كاتيجوريا ثاني قالوا ثاكي معناتها باش نفهم ذا شو دي يغرى بكر الصديق يغرد من قصار المفصل. معناه من صورة الشرح إلى غاية صورة الناس. أي صورة يقرأها الإمام فهي من قصار المفصل. ويتفق ويتناغم مع ما ذكرناه أن المغرب وفي صلاة المغرب وفي صلاة العصر الإنسان المصلي يقرأ من القصار ما يقرأش من طويلة يعني يقصر. ناد من في ذا الدرس باللي ذي الطهور أكو ذي العصر ذي الطهور أكو ذي سمحتي ذي الصبح أكو ذي الطهور العباد يغير في صورتين تيم قرانين نغادي غير ما تيسر يعني هذه طول هذه طول أما ذي الطهور أما ذي الصبح سنتين. ماذا العصر أكو ذي المغرب خاطي إلى قتي صورتين تيم شطاح. ماذا العشاء لا موين. فلو الدناوي ما تعلمناه من المفصل يعني في صلاة الظهر ممكن يقرأ من طوال المفصل عادي لأنه الإطالة فيه السنة فيها الإطالة. وكذلك في صلاة الصبح. أما في صلاة العصر والمغرب لا من قصار المفصل. أما صلاة العشاء من المتوسط يعني من غاية صورة التكوير إلى غاية صورة الضحى. ولكن الناد لا حرج في مخالفة ما ذكر. أحيانا لا حرج ممكن لسبب من الأسباب الإمام يطول ولو في المغرب فلا نستنكر عليه.
ولكن إذا كان دائما يطول نقولوا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أما بالناس فليخفف، يعني ما تزرد وحدك زالك انت تبغض، ولكن ما تزردش الإمام سلغاشي إلا قد استخفض أتفسوس أثان ثورا نفهم ثمستين. ثم قام في الثالثة صافي ذاكي أغدي يحكوا في خلافة أبي بكر الصديق ولا ثانية بأم القرآن وبعدين من قصر المفصل. ثم قام في الثالثة كركعة الثالثة. هل نقرأ في الركعة الثالثة قرآن عاد الفاتحة؟ لا نقرأ فقط سورة الفاتحة، أليس كذلك؟ كذلك الظهر والعصر وكذلك العشاء في ركعتين تنقورا في الفاتحة وحدث. فدنوت منه، هذا الصحابي قال لك فدنوت أي دنوت من أبي بكر الصديق حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، يعني محسوب دلالة كلاية عن القرب يقرب مليح. فسمعته إسلايس قرأ بأم القرآن يرند الآية وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فقد تسد في سورة آل عمران الآية 8. سيربريزة مادام الدعاء ما كاينش مشكل. هل يجوز قراءة القرآن في الركوع؟ في الركوع. هل يجوز قراءة القرآن في السجود؟ تقرأ سورة البقرة أو تقرأ آل عمران ما عاد الدعاء عليكم نور وانتم شاطرين. معناتها واحد في السجود يقدر يقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يقرأ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا. يعني ذينا صفي قرأه في السجود بنية الدعاء ما يليون في السجود هذه ذعور النبي عليه الصلاة والسلام يناد أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. من المريلي في ندم يقرب رب سبحانه ما يسجد. غير كثرة الدعاء، اجتهدوا في الدعاء. يلا فينا تدعو الدعاء، يجوز تدعو استعرفت، يجوز تدعو استقبيليت، سيف دي اتونسيون تقبيليت، سيف دي خاطئ. ولكن دي السجود يجوز. ما إلا فريمون صحوز يوني والصكيد نص لا حاجة والسنضات يدي نستعرف، سيف تقبيليت عادي دي السجود. أما كان دا يجوز أدغرض اسمس القرآن ذي السجود وذاكي شي قال ذي الركعة معناه هو قائم ماشي وهو ساجد. بعد فسمعته قرأ بأم القرآن يقرأ سورة الفاتحة وبهذه الآية ذكرها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثقيت مثلا وقد الدليل بلي يجوز هذا مكان يجوز بالك يودينا هذه لي يغرى يزورك الشيخ يغراد كيف سورة الفاتحة تراجع فغرض الدعاء ماكي ذي القرآن خير ذي الآية تجين الدعاء إن شاء الله الحرج مرفوع. وما زال هناك تفاصيل أخرى سيأتي بيانها في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. الحديث 171 وحدثني عن مالك عن نافع إلى آخره. كان عبد الله بن عمر إذا صلى وحده ما يصل وحدس يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة 4 ركعات بأم القرآن وصورة من القرآن. معنى ما يزول طهور نكونين السنة في ركعتين مزورة في الفاتحة وتصورت نغمة تيسر ولكن ركعتين تنقورة في الفاتحة واحد سكان. ولكن داقي يناد أحيانا يخدم كاجي عبد الله بن عمر. وطبعا ثقي مسخة خلفه فيها يعني جماهير الصحابة. ويقرأ في الركعتين بقى نمشي دينا كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن بعد وصورة من القرآن. وكان يقرأ أحيانا بالصورتين والثلاث في الركعة الواحدة. تجد مسألة أخرى
هو الأصل أنه كل واحد يقرأ غير سورة واحدة. مثلا أنت ولا أنا ولا واحد في الركعة يقرأ سورة واحدة. إذا يقرأ مثلا سورة آل عمران ماشي شرط يقرأها كامل، يقرأ ما تيسر منها باسكو سورة طويلة. ولكن إذا كان ما يقراش مثلا يقرأ سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، نغي يجيبها من هي والضحى. الأفضل يقرأ سورة واحدة. ولكن إذا قرأ أكثر من سورة فهذا أمر يجوز ممكن، وخاصة كي تصلي وراء الإمام مثلا، يلا نصلي الظهر وراء الإمام في الركعة الأولى، هو قرأ احنا كملنا السورة الأولى ونستناو، ممكن نكمل سورة ثانية، كمل سورة ثالثة باش ما تبقاش فارغ في انتظار الإمام باش يركع فتركع معه. وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. ثم الحديث الأخير اليوم الحديث 172 بالضبط باش نقضى العشاء، خاطر الباب العنوان باب القراءة في المغرب والعشاء. وحدثني إلى أن نصل إلى البراء بن عازب. البراء بن عازب هو صحابي ابن صحابي، أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. فنبض العشاء، احنا قلنا العشاء واش يقرأ فيها في الوسط، الظهر والعصر، الظهر والصبح يطول، والعصر والمغرب يقصر، والعشاء قراءة وسط. باش قرأ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون، سورة التين. والتين والزيتون وين هي؟ احنا درك نعرف التفاصيل، وين راهي؟ في الطوال في القصار. الحمد لله. إذن هذا يقابل ما ذكرناه آنفا، معنى الأصل في المغرب القراءة بالقصار، ولا حرج أحيانا أن يقرأ بالطوال، وفي العشاء يقرأ بالوسط ولا حرج أن يقرأ بالقصار، بل ولا حرج أن يقرأ أيضا بالطوال أحيانا. والله لي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.